يا مرحبا يا حنان يا اختي. الله يرحبك يا محمد. عامله ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله على كل حال. وناجي جوزك عامل ايه؟ كويس. نايم في البيت اهو، هو شغال يوم وعشرة لا. والظروف بقى والدنيا والبيت فاضي. الحمد لله على كل حال، هنقول ايه؟ كل يجيبه ربنا كويس. معلش، بكره تتعدل ان شاء الله. الحمد لله. يعني انت محتاجه اي حاجه؟ ناقصك اي حاجه؟ لا لا يا محمد، مش ناقصني حاجه. الحمد لله على كل حال. طب يا لا تزعلي نفسك، خدي دول من اخوكي. لا يا حبيبي مش عايزه والله. بس امسكي افتحي ايدك. محتاجه اي حاجه في اي وقت اطلبيها مني. ربنا يخليك والله يا محمد، ما هو انت ظهري وسندي. الله يخليك. وانا ليه حد غيرك في الدنيا؟ ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. طب انا همشي انا بقى. رايحه فين؟ ما ديك قاعده معانا. هروح بقى اعمل لقمه كده عشان اللي نايم في البيت ده. طيب ماشي. ماشي، السلام عليكم. ربنا يديك الصحه، مع الف سلامه. الله يبارك لك يا فندم. اخوك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. وعياله كلهم تمام؟ كلهم كويسين. طيب عملت ايه بقى؟ عملت ايه فيه؟ وانت مالك؟ اللي انا مالي، ما انت شايفاني قاعد والعربيه عطلانه وكل ما اديها اشتغل ورديه وبعدين اديها السواق يجيبها لي تاني يوم خربانه. بقول لك ايه، هو انت هتاخد لي بقى على كده ان انا كل يوم اروح لاخويا واجيب منه فلوس واصرف في البيت وانت قاعد كل اللي بتعمله بتشتغل لي ساعتين في اليوم؟ انا مش فاهمه يعني. جينا المرشح الاسود. طب وماله، ما اخوك راجل طيب ومحترم وشواف وعينه يعني بسم الله ما شاء الله بيشوف كويس. عشان بيحب اخته وعنده احساس، بيحس بيا. يعني انا ما عنديش احساس. ما عندكش احساس؟ ايه، مش في بيت عايز مصاريف قاعد لي في البيت ويوم ما تشتغل ساعتين ويوم تنزل و20 لا؟ ليه ان شاء الله؟ ما انت قلبك اتقوى بقى باخوكي بقى وبفلوسكوا بقى. اخويا بفلوسنا ده حتى الفلوس اللي بتجيبها بتجيب بيها سجاير، ما بتصرفهاش حتى على البيت. طيب ربنا يسهل ان شاء الله واشتغل ورديتين. يا ريت والله. ده لو في دم، عشان انا بصراحه بروح لاخويا بقى محرجه. انت ما تعرفش مرات اخويا بتبص لي ازاي، انا ببقى في نص هدومي منه. سيبك منها، ما طول عمرها مرات اخوك دي بتكرهني وبتكرهك. طب وانت ليه تحرجني قدامه؟ ليه تقلل مني يعني؟ خلاص ما تبيش تروح، انا بروح اقول له انا. هو انت يا راجل ايه، ما عندكش احساس؟ ما عندكش دم؟ طب خلاص، مش كل شويه تشخطي فيا، تبقى قله فلوس وقله قيمه كمان. ده اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه. لا والله، لو عندي عزبه يبقى احسن، هشتري بيها جرد الدم. طب فين فلوس الدهب؟ مالكش في. اوعى كده، عايز ايه؟ لا مش هديك حاجه. طيب ماشي. روح اجيب بيهم اكل. 350 اديني 150. اديك في اسنانك. اتفضل، هي 100 جنيه اهي، ويا ريت ما تاخدش على كده وتشوف لك شغلانه واشتغل لك ورديتين. انا نازله اجيب اكل. وانا قاعد على القهوه اجيب علبه سجاير ولا مخمخ؟ يا نهار اسود. على دماغي. برضه ما فيش فايده فيه، انا غلطانه اللي باخد من اخويا الفلوس واديها له. يا شوشو. يا محمد. انا لبست وهطير رايح الشغل. ماشي. عايزه حاجه؟ عليك. عايزه حاجه من بره اجيبها لك وانا جاي؟ لا يا سلامتك، لو عوزت حاجه ارن عليك. طيب على العموم انا سايب لك فلوس جوه على التسريحه، هاتي طلبات البيت من السوق واملي التلاجة، يعني ما تخليش البيت ناقصه حاجه. خلاص ماشي ان شاء الله. خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رشا؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا الف مرحبا. الله يرحبك يا حبيبتي. امال محمد فين؟ راح الشغل؟ راح الشغل. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. برضه ناجي نزل اهو، ربنا يهديه، قال يشتغل شويه. ربنا يهديه كده وينزل الشغل، شجعيه على كده. يا رب ربنا يصلح حاله، والله بقول له يا رشا. مش لما ينزل الشغل ويجيب قرش احسن من الحوجه؟ ايوه عندك حق، صح. هو والله بينزل يوم ويقعد 10. انا قلت له لازم تنزل وتجيب رزق بيتك، فربنا يهديه ويصلح حاله. لا ما تخلوش يقعد جنبك، شجعيه كده، خليه يروح الشغل مره واتنين في اليوم. حاضر حاضر يا رشا. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا الف مرحبا. الله يرحبك يا حبيبتي. طب اخش الحمام بقى واعمل لي كوبايه شاي عشان ما تعبكيش. البيت بيتك. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ايه اللي كده يا حنان؟ وانا بفتح التلاجة بشرب، فلقيت عندك ما شاء الله يعني الخير كتير. يعني لقيت فراخ يجي 5 6 7 فرخات، ولقيت كيسين شعريه ورز
فقلت اخد كام حاجه كده عشان اجي لما يرجع من البيت من الشغل يعني اعمل له حاجه، اعمل له لقمه ترم عظمه عشان بيتعب ويشقى. يا ده اسمه كلام؟ انت بتقولي داخله الحمام مش داخله اقلب في التلاجة؟ ينفع تاخدي الحاجه من غير ما تستأذنيني؟ استأذنك ليه؟ مش دي حاجه اخويا وفلوس اخويا وبيت اخويا؟ ايوه بس ده بيتي، هو عطاني الفلوس قال لي هاتي الحاجات اللي ناقصاكي في بيتك، مش عشان انت تاخديها. انا ما خدتش من حد غريب يا رشا، وبعدين كنت بفتح التلاجة بشرب يعني، ايه يعني تلاجة اخويا بفتحها بشرب منها، انت هتمنعيني كمان اخد مش لسه حاجه؟ هعطيكي فلوس امبارح عشان تجيبي اللي انت عايزاه؟ يعني تاخدي فلوس منه امبارح والنهارده تيجي تاخدي مني الطلبات بتاعتي؟ ما هي الفلوس اتصرفت، انت عارفه هو في حاجه بتقعد؟ ترضي ان انا اعمل فيكي كده، افتح تلاجتك واقلب فيها؟ والنبي يا اختي لو عندي حاجه مش هقول لك لا تعالي خديها، بس انتوا ما شاء الله يعني الخير كتير اهو، ربنا يزيد ويبارك طبعا، انا ما بحسدش. يا رب استغفر الله، انا زهقت بجد، انا زهقت. هو في ايه يا رشا؟ مفيش حاجه خالص، انا ظلماكي. طيب لما اقوم بقى الحق ناجي احسن الحق اعمل له اي لقمه. ماشي، يلا السلام عليكم. اللي بيحصل ده زي ما يتسكتش عليه، والله ما يتسكت عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شوشو؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جاي جعان هموت من الجوع. هو مش انت امبارح اديت لاختك فلوس عشان تجيب اللي هي عايزه؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ وجيت الصبح قلت لي روحي هاتي الطلبات بتاعه البيت كلها وحطيها في التلاجة. حصل ما جبتيش؟ جبت. اه. واختك جت بتقول لي انا رايحه الحمام، ودخلت فتحت التلاجة وخدت حاجات من ورايا، وجايه بقول لها ايه الحاجات اللي معاكي، بتقول لي شويه فراخ على شويه رز على شويه بتاع. خدت الحاجات من غير ما تستأذن مني. ينفع كده؟ طب يعني مش فاهم برضه، انت زعلانه يعني ولا بتشكي لي ولا بتحكي لي ولا ايه بالظبط؟ يعني انت دي اختي. ايوه يعني ايه اختك؟ يعني تاخد الحاجات من غير استئذان؟ يعني اللي عندي عندها واللي عندها عندي. ايوه يعني انا لازم تقفل البيت يعني ترطوره يعني مثلا؟ لا يعني هي انا جايبه حاجات بتاع البيت بتاعتي، هي ترضى ان انا افتح تلاجتها يعني واخد هي حاجاتها؟ سرقتهم يعني؟ فتحت التلاجة وخدتهم من وراكي؟ من ورايا من غير ما تقول لي. وانت ما تعرفيش؟ لما سالتها ايه ده بتقول لي عشان اعمل حاجات لناجي لما يجي من الشغل. يعني اقصد يعني خدتهم من التلاجة ونزلت وانت قاعده في البيت، ولا جت قالت لك انا خدت كذا كذا كذا؟ انا بسالها ايه اللي انت خدتيه، قالت لي كذا كذا. طيب بس يعني بعد ما ما خدت سرقتش. خلاص، بعد ما فتحت التلاجة وخدت. طب اعمل ايه دلوقتي يعني؟ انزل اجيبهم منها يعني؟ خلاص بالهنا والشفا، ده اكل يعني عفانة بطن. يعني انت طول ما انت طيب وكده هيستغلوك. حول ولا قوه الا بالله. احنا عيالنا اولى على فكره، هما بيستخسروا فينا الحاجه وبيستكتروا علينا، وجوزها اللي بيسلطها على فكره. بص يا رشا، صلي على النبي. دي اختي الكبيره ماشي، ماليش غيرها في الدنيا وهي مالهاش غيري في الدنيا. ابويا وامي ماتوا خلاص، وظروفها على قدها. اديها فلوس زي ما تيجي تاخد حاجه تاكلها، مش مشكله يعني، بيتي مفتوح لها. المفروض يعني احنا اهل كرم. انت حر والله، انت حر. لما تلاقينا مش لاقيين ناكل وبنشحب بسببهم، تعرف اخرة الطيبه اللي انت بتعملها دي. معلش، لما تطلع اللي في جيبك ربنا يزيدك. مالك يا رشا يا بنتي، فيكي ايه؟ والله يا ماما اخت محمد وجوزها مش مبطلين استغلال فيه. كل شويه جوزي ما بيشتغلش على التاكسي، قاعد في البيت جنبيها ما بيشتغلش، وتيجي تاخد من اخوها فلوس. اخوها يروح الشغل تيجي تاخد الحاجات اللي في التلاجة كلها. ابقى انا قاعده في الصاله بره، تقول لي ادخل الحمام، تلم الحاجات اللي في التلاجة اللي لسه جايباها وتاخدها، وتقول لي انت عندك الخير كتير. ده مسقطعاكوا كده يا بنتي. اقول لمحمد دي كده بتستغلك وطمعانه فينا، يقول لي لا ما هو اختي واللي هي عايزه تاخده. هو عبيط ده ولا ايه؟ ما اعرفش. لا ما ينفعش طبعا، عياله اولى بيه، هو عياله بتكبر، هو فاهم فاكر نفسه ايه يعني. وجوزها بيستغل ده ما بيشتغلش. يعني هو بيشتغل وطافح الدم، بس ظروفهم على قدهم ماشي نساعدهم، لكن هو مستغل ما بيشتغلش وطمعان فيه. ما كده مستغلينه يا بنتي، هيخلصوا اللي وراه واللي قدامه، ما ينفعش، لازم محمد يفوق لنفسه. انا مش عارفه اعمل ايه. لا خليني اكلمه، انا مالكيش دعوه، هخليه فوق كده، ليه عيال وراه الطلعه. انت لما تكلميه هيزعل ولا ايه يا نتفين؟ ايه اللي هيزعله؟ لازم حد يوعيه، يقول له لم ايدك شويه. ما ينفعش يا بنتي، لو محرومه وكده ساعديها ماشي، بس مش بالطريقه اللي انت بتقولي عليها دي. اي نعم بيت اخوها اهلا وسهلا، بس اخوها وراه اولاد برضك واطفال. كلميه وربنا يهديه ويسمع. خلاص انا هجيله بكره تلاقيش. ماشي يا ماما ماشي. المهم فوقي بس وفرفشي كده وما يهمكيش اي حاجه، ماشي. خليش الزعل يتعبك يا حبيبه قلبي. السلام عليكم ابو حميد. جوز اختي حبيبي. ابو ناسب يا حبيبي. عامل ايه؟ تعالي خش يا حنان، تعالي. اتفضل.
ازيك يا حنان؟ بسم الله. ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ازيك رشا؟ يا حنان، عامله عامله ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اخبارك انتم ايه؟ طيبين عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. ايه النور ده؟ الله يخليك. ده نورك ابو نسب. مش ربنا تقولوا ما طب ان يحرمنا انتوا منك. جايين؟ هو في فرق بيننا نطب في اي وقت يا عم؟ شرف تنور. لا عشان يعني نفرشتك من الارض ورد. حبيبي خيرك علينا من غير ده حاجه انت الورد والله. كله. طمنا عليك، عامله ايه في شغلك؟ انا زي الفل اهو. الله يديك الصحه. عامله ايه يا حنان؟ الحمد لله يا حبيبي بخير، الحمد تسلمي. لله. الله يخليك. ربنا ما يحرمني منك ابدا. ايه الاخبار؟ انت بتعمل ايه؟ مش عارف، هو بيشمر بشمر مش قلت في اكل؟ خش تتوضى يعني ولا ايه؟ هو حد قال في اكل ولا في حاجه؟ حد جاي؟ قلت يا الباب ماما، بيخبط. قلت لها يا ماما انا مستنياه. مامتك؟ شوف مين يا عم. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عم ناجي؟ اهلا، ازيك يا حنان؟ عامل ايه؟ السلام ازيك عليكم. يا امي، عامله ايه اخبارك؟ خليكي يا حبيبتي. عامله ايه اخبارك؟ انت اللي عامله ايه؟ ازيك يا ازيك يا حنان؟ مرشد؟ عامله كويسه؟ ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. متوضي. احسن. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ازيك يا امي، عامله ايه؟ صحتك عامله ان ايه؟ شاء الله. ازيك يا ابو نسب؟ اللهم امين. حبيبي حاج. الله يديك الصحه. تسلم. ازيك عامله ايه يا حنان؟ حنان؟ الحمد لله يا الحمد حبيبتي، لله. تسلمي لي، ربنا يبارك لك يا مرشد. ايه يا رشا عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا امي، انت اللي عامله ايه؟ كان شكلك تعبانه، قلت اجي اطمن عليكي. ربنا يخليك، تشرف ليه؟ الف وتنور. سلام عليك. بعد الشر ما هي عليك. زي الفل اهو. انت هتركبوها المرض؟ ده انتوا على النكد. كان عندها ضغط عالي بعد عنك. ده فين الضغط العالي ده؟ في السد العالي يعني ولا ايه؟ في ايه يا حاج محمد؟ مفيش حاجه يا جوز اختي، مفيش حاجه. حبيبي. والله. حبيبي يا محمد. اخباركم ايه؟ الحمد لله يا محمد. احنا نقضيها سلامات. فيش كوبايه شاي، في كل فنجان حاجة. قهوه. في كل في ايه؟ انا عندي نسيبي. طب نشرب حاجه طب الاول؟ نشرب. ما تتعبش نفسك يا محمد. احنا انت قلنا عامل ايه في والله. شغلك؟ نشرب حاجه وبعد كده عامل ايه في شغلك بس؟ انا؟ اه الحمد لله كويس. كويس، اهم حاجه. كويس جدا والله. الحمد لله. ده حتى بالمناسبه لوشكم الحلو عليا ده، ربنا رزقني بمكافاه حلوه يعني، يعني مبلغ محترم كده حلو كده. ربنا أبقى أقول لك يرزقك. يا باشا تستاهل كل خير يا ابو نسب يا الله حبيبي. يخليك. وشكم حلو عليا والله. ده انت اللي حلو والله. ابقى يا رشا بقى ادي خديهم وهاتي للعيال لبس الشتاء وكده. شايف اخويا بيشتغل كده وربنا بيكرمه بفلوس قد ايه ومكافآت. بالصلاه على عمرك انت النبي، ما ما هو تديني بيقوم حاجة. علينا كلنا ولا يا ابو لا النسب؟ طبعا انت اخويا مش جوز اختي. تشتغل يوم وتقعد 10. ودي اختي، انا على الاقل عينيا كده. اختك دي طول النهار منكده عليا عيشتي. نكد عليك واخده من فلوسي ايه؟ على طول. فلوسك انت بتجيب فلوس ولا عيلتك حاجه؟ مزلا انا شايفك على والله فكره. انت يا ابني. ازيك يا حاجه؟ كويسه. منوره. لا مؤاخذه ما سلمتش عليك، اصل ما بسلمش على حريم ابدا. احسن. اصل متوضيه. استغفر الله العظيم. طيب يا رب، كل سنه. نشرب حاجه الاول وبعد كده هي نتعشى المدام مع لا بعض. مؤاخذه زعلانه مننا من حاجه. لا لا لا. امال عماله تبرطم. بس بقى يا ناجي. مين؟ مفيش حد يتكلم. بتكلم مع نسيبي طب بس بقى. اهو. نشرب حاجه الاول وبعد كده نتعشى مع ما بعض. قلتليش مش يا ابو حماتي؟ حميد ابو نعم نصر. نعم. انت مش هتشوفني بحاجه من المكافاه دي ولا ايه؟ يا سلام، انا عناية ليك. ويديك مكافأة ليه ان شاء الله، وانت مالك انت؟ فلوسه هو. كلك واجب وكلك نظر، اما دي اعوذ بالله مش اختك بس لله في لله. دي مش أختي. طالعه لك ابدا. دي اختي، تطلب لبن عصفوره اجيبه لها. طب يد اخته يديك انت بتاع ايه؟ مش انا جوز اخته بدل ما انكد عليه. ليه هو خلفك ونسيك؟ هو اخويا الكبير برضه. ما تخافيش، ما هو يديك، هو ياخد منك لما شفتي تروح. بنت الاصول؟ ما بنت فرقتش الأصول. يعني، بتلف. الاصول. طيب يا رشا قومي اعمل لنا حاجه لا لا نشربها. ابو نسب لا، اصل انا سايب العربيه مع الراجل السواق وانا خايف عليه. انا لسه بدري. طب يا بالإذن يا حنان. أخويا. ملوش لزوم. على ربنا إذنك يا يخليك يا ست. محمد. لا 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 السلام الله. مع عليكم. السلامة. هبقى اجي لكم تاني اقعد معاكم شرف شويه. وتنور. السلام عليكم يا مع مرشد. السلامه يا منوره حبيبي. يا حبيبتي. يلا بقى. وبقى في الباب وراك. اقعد بقى. يا حماتي ايه يا محمد؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. بس اللي انت فيه ده مش عاجبني يا محمد. خير بس في ايه؟ في ايه يا محمد؟ ايه اللي اختك اللي عماله تاخده جوز اختك يا حبيبي؟ داري على شمعتك تقيل. ايه اللي جالي مكافاه ومش مكافاه؟ مكافاه ايه اللي تقول قدام اي حد؟ هو في حد غريب يا حماتي؟ يا حبيبي ده انت ومراتك بس. انت امي زي امي بالظبط، ماشي. وهي اختي الكبيره وده جوزها يعني. مش حد غريب. العين فلقت الحجر. انا سامعاه بيقول لك على فلوس وعلى كلام ما ينفعش يا ابني. وده عليك عيال عايزه تاكل وتشرب وعايزه تتربى وعايزه تعليم. وفر لنفسك شويه يا ابني، حرام عليك. اه بيحللوش الكلام غير قدامهم. جالي مكافأة، قبضت المرتب كده على طول بقى. انا ماشي بمبدا اما بنعمه ربك فحد. لا اله الا الله. ربنا رازقني بحاجه حلوه، طب ما انا بفرح من حبايبي. وبيقول لك برضك دار على شمعتك تقيد يا محمد. مش كل اللي حواليك عايز ياخد منك وانتش منك يا محمد. بلاش الطيبه الزياده عن لازم دي يا ابني. الطيبه دي والله هتودي في داهيه، اقسم بالله اسالني انا. ما في حاجه مودياني في داهيه الا الطيبه اللي انا فيها. معلش. وهاجي على وقت والله ما هنلاقي ناكل بسبب اللي بيحصل ده.
حول ولا قوه الا بالله، ده كل حاجه بتيجي برزقها يا جماعه. يا ابني ما ينفعش في دلوقتي، العصفوره اللي ماشيه في مش في اللي احنا فيه ده. الناس بقت زي ما فيش زي الاول، الناس مش بتاعت زي الاول دي. كل الناس عايزه تطمع، لو لقيت حاجه في ايد اخوها بتاخدها وتطلع تجري. يا ابني حول ولا قوة هو إلا في اخوات زي بتاعت زمان؟ انا اختي كويسه كله وبتعمل مصالح معايا النهارده. ومفيش مشاكل. مين قال لك انها ابقى وحش كويسه؟ معاها ليه؟ مين قال لك ان هي كويسه معاك؟ عشان لاقيه منك لقمه تاكلها، لاقيه منك حاجه تاخدها وتطلع تجري. سيبها على الله. ونعم بالله يا ابني. انا قايمه ماشيه يا رشا عشان اتاخرت. لا، تمشيش. مع بعض. لا ليه كده تعشى ايه ده؟ انت معايا؟ عاقلين انت ده مش مش هينفع ايه يا رشا. بات تعشي معانا يا ماما. يا بنتي. عشان جوزك باتي بالطريقه معانا. دي مش هينفع يا بنتي. باتي معايا يا ماما عشان لا، انا شكلك زعلانه مني. ايوه زعلانه منك يا لا، محمد. مش هتمشي من هنا لما نتصالح ونتعشى مع بعض وتباتي معانا كمان. انت عارف يا محمد بعمل لك زي ابني بالظبط طيب، واكتر طيب، كمان. طيب. فعشان خاطر درع شمعتك يا ابني. ماشي حاضر. ما كل حاجه بره عايزاني بره. درع شمعتي؟ عايزاني؟ طيب اتعشي معانا وباتي معانا. هتعشى معاك وهبات معاك، بس عشان أيوة خاطري بس. بلاش كل حاجه اسرار حاضر. بيتك تطلعها لحد، حتى لو انا اللي قاعده. هو محضر العشاء. قومي يا رشا حضرنا العشاء. ربنا يصلح حالك يا ابني. ما عرفتش انام طول الليل عشان مغيره مكانش. ليه كده يا بنتي؟ بيت بنتك. انت غصبتوا عليا، اعمل ايه بقى؟ انت هونتي عليا شويه، ديك شايفه الضيقه اللي انا فيها. ربنا معاك يا بنتي. يا ترى مين؟ شوف مين طب اللي خليكي بيخبط. وأنا أشوف أنا. خليكي، لا ما خليكي تقوميش يا بنتي. انت لا انت تعبانه. ايوه يا بنتي. السلام عليكم. تعالي يا حنان اتفضلي. ازيك يا مرش عامله ايه؟ الحمد لله. أخباركم اتفضلي. إيه؟ كويسه. صحته؟ ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا رشا؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. محمد نزل الشغل راح الشغل. اخوكي مش هنا يا حنان. وماله، وانا طالعه لاخويا، انا طالعه اقعد مع رشا في شقه اخويا. التلاجة فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما بقاش في حاجه خالص عندهم. اصل انا قلت بلاش اجيب حاجات كده احطها في التلاجة، اجيب يوم بيومه احسن. والله دي حاجه اخويا، انا ما باخدش حاجه من حد، ده شقه وتعب اخويا. وبعدين ما انت بايته هنا، انت عايزه تلهفي كل حاجه انت وبنتك. وشقى جوزك وتعب جوزك فين؟ ما بتاكليش منه ليه؟ ايه اللي يخليكي تيجي ترمي جدتك كده على اخوك انت وجوزك؟ ما وماله؟ ينفعش الكلام ده. وماله حد غريب؟ اخويا وشقه اخويا وبيت اخويا واكل اخويا وشقه اخويا وتعب اخويا. يا شقى اخوكي وتعب اخوكي ده مش وراه عيال ومراه واحده. انت في ايه يا حنان؟ ما تبص لعيال اخوك اللي عايزين يتربوا دول وعايزين يتعلموا وعايزين يكبروا، ما تبقاش طماعه كده. دي واحده تحب الخير لاخوها مش تكره له وعايزه تنهش منه هي وجوزها. ما انا بحب له الخير، بس انا اخته اهم من اي شيء في الدنيا. بتوفري فلوس لجوزك يا اختي وتيجي تاكلي على اخوكي؟ في ايه يا حنان؟ ما ينفعش. وما اللي بتتكلمي عنها دي بيتت بالعافيه، وكمان ما بتدخلش فاضيه، لازم بتجيب حاجات معاه وهي جايه. بس بيتت قاعده واكله شاربه نايمه في بيت اخويا. لو واحده واكله وشاربه ده يوم واحد بجيب كل شهر. ما يجيش جنب الخير اللي هي عاملاه فينا اصلا يعني. عايزه اعرف انت وجوزك ما لكوش حاجه يا بنتي؟ والله انا حره ومحدش يتدخل، وخلوا بالكم بقى وقت ما عاوز اجيب حاجه من اخويا او اخد منه حاجه هاخدها. تاخديها ازاي؟ ده انت باين ما عندهاش دم دي ولا ايه؟ هتفضل إيه لحد الإحساس ما يا بنتي؟ هتفضل لحد ما تخرب على اخوها. اخويا ومالكوش فيه، عن اذنكم. انت فاهمه الاخوه غلط، انت بتفضلي جوزك عليه. عن اذنك يا رشا. مع السلامه. يا خساره ما عنديش حاجه اديها لك في التلاجة. الله يكون في عونك يا بنتي بجد، والله مش عارفه اقول لك ايه، بس لازم محمد يعمل حسابه ويخلي باله من فلوسه يا بنتي، حرام. هو حر بقى، مش كلمنا. ده بتقول لك عادي ده اخويا، يعني ايه اخوها؟ اي ما هي كانت جايه ما لقيتش حاجه في التلاجة راحت مشيت. يعني كل واحده اخوها موجود تروح تنتش منه وتمشي؟ بقول لك ايه، لازم تعرفي محمد يا بنتي حرام عليكم، واعملي اليومين دول زي ما انت قلتي كده، الطاقه بطاقتها. ما انا هعمل لو كده. كل طاقه تعملي شويه طبيخ على قدكم صغيرين. انا هعمل كده بس يا هو بقى بنتي يديني الفلوس اللي من التلاجة، ولا هعمل التلاجة ولا هعمل. قولي له حافظ على قرشك ومش كل حاجه يتكلم عليها قدام. ده انا تعبت يا شيخه من شويه اللي قعدتهم معايا. الله يكون في عونكم يا بنتي. الله يسامحك يا حنان، الله يسامحك انت وجوزك اللي عامل زي الفار ده. والله لا اتصل بمحمد. ايوه يا محمد، ازيك عامل ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، انا كويسه. انا بس كنت عايزاك وانت جاي من الشغل تعدي عليا قبل ما تطلع. لا مفيش حاجه، ما تيجي بس نتكلم مع بعض. ماشي هستناك، مع السلامه. عملت ايه في الشغل النهارده بقى؟ الجنيه اللي جبتهم دلوقتي حاطط شويه بنزين ومصلح الستيب عشان ابقى جاهز بالليل لما انزل اعمل ورديه تانية. هو انت يا راجل كل فلوس تجيبها يا تقولي جبت سجاير يا جبت بنزين يا صلحت حاجه في العربيه؟ امال فين الفلوس اللي هنحطها في البيت ونطفح بيها؟ ما العربيه دي بعد عنك عامله زي الزوجه التانية.
والله العظيم انت هتجنني، انا مش عارفه اعمل معاك ايه. ما تبص لاخويا ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد إيه ازيك يا الحمد جناح، ناصر؟ عامل ايه؟ اتفضل تعالى يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي اتفضل اقعد جنب اختك. ازيك يا حنان يا اختي، عامله ايه؟ الحمد لله يا محمد. انت اتصلت عامل عليا قلت اجيلك. كنت عايزه احكي لك اللي بيحصل. خير يا رب. حماتك كل ما بتيجي يا اخويا ايديها فاضيه زي ما انت بتشوفها، ما بتجيبش حاجه في البيت، وغير كده بتاخد وهي نازله محمله اكياس بقى، قش رز وقش شعريه وقش لحمه وقش فراخ وقش بصل وقش معرفش ايه، محمله شنط قد كده. كله ده وانت ما لازم بيحصلش تصدق الكلام ده. بيحصل يا محمد، اسال ناجي بيشوف بعينه اهو. اقول لك شوف أنا بعينك، إزاي. شوف ايه بقى. انا معدي كده لا مؤاخذه وهي نازله من عندكم بالتاكس، امم تاكس على اساس واحد غريب. امم افتح الشنطه يا اسطى، فتحت لها الشنطه، حاجات غريبه. محمله يا محمد، خاف على قرشك يمكن يا حبيبي. شاريه الحاجات دي من اقول بره لك يعني. على اماره، شاريها منين؟ يعني نازله من عندك بيها في سوبر ماركت عندك فوق يا محمد، نازله بيها من عندك من فوق، ومراتك تيجي تقول لك البيت فاضي، مفيش معناش، املالي التلاجه، انت تملى وامها تاخد، انت تملى وامها تاخد. يا لا ستي وانت لا. تجوع وامها تاخد. مش عارف مكبرين الموضوع ليه طيب يعني. ما انا خايفه عليك يا حبيبي وخايفه على فلوسك، مش انت اخويا؟ ما كنتش اخاف عليك هخاف على مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما دي حماتي برضو يعني زي امي. ايوه وفي نفس الوقت يعني بتيجي فين وفين. حتى لو خدت حاجه من عندي ماشي، يعني الخير كتير الحمد لله، مش هيأثر. اختك ولا حماتك يا حاج؟ لا اله الا الله، وانا مش عايش حاجه عن اختي اللي امال ليه بتطلبه لما اختك بدولها. بتاخد حاجه وتروح مراتك واقفه كده زي اللقمه بالزور؟ لا هي مش واقفه لكم في الزور ولا حاجه، هي منعتك من حاجه؟ ما منعتكيش. ما بعتنيش يا محمد، بس كل ما اخد حاجه بتقعد تبهدلني. بتنقرضها. لا هي على اساس بس ده كفايه بس بصيتها بتحرقني كده وانا واقف. كويس ان انت فتحت الموضوع. قول. هي برضو دلوقتي مراتي قاعده في شقتها، انت لما بتخشي بتاخدي الحاجه من غير ما تقولي لها، فاكيد برضو حاجه هتضايقها. انا من هي غير مش ما اقول هتقول لها لك ايه يا لا، محمد، وما ما انا تقدرش بخرج تقول لك بالحاجه لا. بقول لها انا خدت كذا وكذا، وانا يعني سرقتهم، مش حاجه اخويا وشقه اخويا وتعب اخويا. ماشي، بس على الاقل مثلا ايه، قولها يا رشا مثلا انا هاخد فرخه من الثلاجه، هاخد فرختين، هاخد لحمه، هاخد مش عارف ايه، هاخد اي حاجه. مش هتقول لك لا، بس انت تخشي تاخدي وتطلعي من غير ما يعني. عرفت ان هي زعلانه وبتنقرضنا بالكلام. لا بس مش هتقول لك لا. انا عناية ليكي يا حنان يا اختي، يعني ما تقوليش كده. ربنا يخليك قولي لي. قولي لي بقى. حاجة يا حنان، اما تعوزي حاجه تسال اخوك من وراها ويجيب لك مش من وراها والله، ما حدش عندي حاجه، دي فلوسي وشغلي وكل حاجه، وانت اختي يعني زي ما قلت لك، اللي في جيبي في جيبك، ما سالتليش هم اي حاجه خالص. ربنا يبارك لك يا محمد. قولي لي بقى، انت بتصل عليا عايزاني في ايه؟ هو كنت عايزه اقول لك الكلام ده بس آه. يعني جايباني من شغل عشان تقولي لي حماتك ومش حماتك؟ كنت خايفه عليك يعني. يا ستي يا ستي. قلت ده اخوك انت مكسوفه مني يا اولاد. عايز ايه بس ما دفعناش الجمعيه الشهر ده. حاضر. لا الاختي تؤمر بي انا عناية ليها. انا مش عارف لو كنت جوزتك اختي كنت انا عملت ايه دلوقتي. انت جوزتني اختك؟ انا جوزتك اختك. انا اللي أنت انت عارف اتجوزت هو اختي؟ كده. انت اتجوزت اختي. ايوه. هو دريان بيقول ايه؟ هو دريان بيقول ايه؟ هو ما بيجيبش قرش في البيت. اهو. والله انت عارف بتعايرني. المشكله ان انا بحبك لله في لله، ما اعرفش ليه. وانا كمان والله يا استاذ. بس يعني ايه يعني ربنا يستر عليك واشتغل كده وهات قرش كده، عايز اشوفك احسن واحد في الدنيا، ربنا يهديه ويصلح حاله. وانا في ظهرك يعني ما تخافش. ربنا يبارك لك اهو. ماشي، اللي انت عايزاه يا اختي انا عناية ليك. تسلم لي يا محمد، ربنا ما طب يحرمك. أطلع أنا بقى عشان أغير. اشربها تسلم يا على حبيبي. ما اشوفك ولا حاجة. تغير ولا تشرب حاجه ولا مش هشرب حاجه، انا هقوم اتكل على الله عشان اطلع اريح شوية. اقعد طب اعمل لك لقمه لا تاكلها يا لا حبيبي. ولا اي حاجه، ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مع وبركاته. السلامه يا حاج محمد. مع السلامه يا حبيبي. هو انت ايه يا راجل؟ هو انت ما عندكش دم دايما كده؟ ما هو اللي ما عندوش دم مش عايز يحط ايده في جيبه. ما تحرجنيش قدام اخويا، قلت لك وما تقللش مني. انا لما بقول له غير لما انت تقول له. مني كده انت بسم الله ما شاء الله قده مرتين. بص الراجل كل ما اكلمه في حاجه يهزر. اهي رشا الاكل جاهز؟ على النار اهو. هموت من الجوع. ماشي حاضر. ده مين اللي بيرن الجرس دلوقتي؟ حميته بتحبه ده. شوف مين. انا ريحه الاكل بتاعت الخربه دي مدوخاني اصلا. ان شاء الله هتاكل. ايوه يا الله، احنا النور ده احنا شمينا ريحه الاكل، قلنا نطلع نتغدى يا معاه. شيخ. الريحه من تحت ايه مش قادره اقول لك. وصل لحد تحت. صلاة النبي. مقفله بقى شباك المطبخ. ريحة كباب حلة يا حنان. انا ما اعرفش بس هي ريحه جميله. ازيك يا مدير؟ هي رشا طول عمرها اكلها تحفه بصراحه. الله. هي ريحه الاكل وصلكم لحد وصلنا تحت؟ لغايه تحت يا محمد. ما شاء الله، اقفلي ما شباك المطبخ يا رشا. نغمس على الريحة كده على ما تحط الغدا. والله حماتك بتحبك. ايه اوعى انت امك تقول. لسه عايشه؟ الله يرحمها بقى. ما الله يرحمها، اكيد كانت بتحبك قبل ما تموت. اكيد طبعا. نتغدى مع بعض بقى.
قومي يا رشا بقى، جهز لنا السفره عشان انا نتغدى. بطني مش قادره، بصي انا اكلت وعايزه انام. اكل جميل، تسلم ايدك يا رشا والله. تسلم ايدك يا رشا. بصي، احسن حاجه بتعمليها في دنيتك الاكل. صح. بس ما اعرفش بقى انا ريحه الاكل دي كانت كباب جامده، حلة ده ده. الواحد شبع من الريحه اصلا. هي بتعمل شويه اكل بصراحه تحفه. بألف انا شيف. الله يهنيك. هطلب والله. منك طلب رزق. عشان ايه؟ انا بقوم بالليل اكل، عايز طبق دوت. اسكت بقى يا ناجي، هتبقى يحط لك الاكل طبق اللي فاض، الاكل اللي فاض حط لهم في اطباق حلوه كده نظيفه. العيال لسه ما كلتش. وبعمل لهم انت تاني بقى. اهو ما تسكت بقى يا ناجي. بلاش اتكلم مع نسيبي اهو على طول منكد. براحتك. يا رب صبرني. وكل العيال، واللي يفيض من العيال يبقى حطيه في طبق نظيف كده ونبقى ننزل لهم. هي بتقول لي يا رب صبرني ليه؟ انت مزعلها بحاجه ابو حميد؟ لا طبعا دي مراتي حبيبتي، ما اقدرش ازعلها بس ابدا. مزعلها. نسيتيني، كنت هقول لك ايه يا شيخه والله. بمناسبه العيال، انا قبضت الجمعيه 20,000 جنيه عشان مصاريف مدارس العيال الخاصه، المدرسه الخاصه تدفع المصاريف في ميعادها. اسكت ليه؟ ما انا بفكرك عشان انا بنسى. 20,000 جنيه يا محمد للمدرسه؟ ايه 20,000 جنيه يترموا كده في الارض؟ في الارض ازاي؟ ليه؟ ما بقولك كلها مصاريف مدارس يا محمد. مصاريف مدرسه خاصه يا حنان. ايه الخاصه يعني، وايه المصه، وايه البتاع، وايه يعني، ايه يعني يا محمد؟ مصة ايه يا ولاد الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما هقول له ايه؟ مصاريف مدرسه خاصه. انت ما تعرفش مصاريف المدرسه الخاصه ولا ايه؟ يعني انا اللي اعرف. 20,000 جنيه يعني. كتير قوي يا محمد، ما كلها مدارس. يعني هيطلع ايه يعني؟ اللي هيطلع من هنا هو اللي هيطلع من هنا هو اللي هيطلع منين؟ 20,000 جنيه. العيل بيرجع من المدرسه نظيف كده وبتاع، وزي ما راح طلع من البيت بيرجع البيت يعني يا سلام، لبسه انت ونضفه في البيت ووديه المدرسه. لما بيرجع بقى من المدرسه بيرجع زي ما هو نظيف يعني. التعليم رخر، احنا طالعين معانا الاعداديه وزي الفل. احنا كنا بنروح ببلاش يا كده محمد. 20,000 جنيه ده تعمل لها جمعيه تقعد تدفع سنه ولا سنتين عشان خليكي محضر خير يا ست. الحمد لله معانا يا خليكي حنان. محضر خير. ده لو معانا ده احنا كنا اشترينا فيلا. تاكسي انت صغير بتفكر في تاكس ولا توك توكين مثلا، وكنت اشتغلت عليهم ما هو او اللي شغلت بيشتغل على واحد وشغلت اللي واحد. بلا ودان ودول ما لهمش ودان اللي خالص. بيشتغل بيلاقي، مش اللي قاعد في البيت. ها بقول لك يا ناجي، انت تشتغل وتخش لي جمعيه وتمسكني كده 20,000 عشان انا عمري ما مسكت 20,000 جنيه. 20,000 جنيه تمسكيهم؟ 20,000 قرد يتنططوا على كتافي، وانا لما يكون معايا 20,000 جنيه هطولهم لك ولا خليك حتى تشميهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت ما بيحبكش تقول الاخبار غير قدام اختك وجوزها؟ يعني حابك تقول لي مصاريف المدارس يعني؟ والله معاكي حق المره دي، انا حسيت ان هم فعلا سمعوا كلمه 20,000 جنيه وحسيت ان ايه ده، اول مره يسمعوا. اما لو شافوا الفلوس هيعملوا ايه؟ انا ما شفتش حد في الدنيا كده، وانت ما بيحلكش الكلام غير قدامهم يعني. حصل خير، معلش خلاص يا رب. غلطه مش هتتكرر. المهم كنت هنسى حاجه تاني، كويس ان انا ما قلتهاش قدامهم، برضه كانوا قعدوا يتريقوا قد كده. انا بكره مش رايح الشغل، هاخد اجازه عشان العربيه بتاعتي في مهندس جاي ياخدها الصبح عشان يروح يعمل لها صيانه في التوكيل. خلاص ماشي. فبدل ما اتمرمط في المواصلات وكده فقلت مش رايح الشغل بكره، ماشي هقعد معاكي ونقضي اليوم مع بعض ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. حبه اكل والله ما قادره اتنفس، انا اكلت وعايزه انام مش قادره. 20,000 جنيه ناجي ها ايه في ايه؟ انت بتفكر في إيه؟ انت بتكلم نفسك؟ لا امال في ايه؟ بفكر في حاجه كده. حاجه ايه؟ بقول لك ايه، خير. انت سمعت الحديث اللي دار بتاع ال 20,000 جنيه والكلام ده؟ اسمع. الزموني. نعم. الزموني. هو ايه دول يا راجل اللي يلزموه؟ ال 20,000 جنيه اوعى تيجي تقولي 15، هم ال 20,000 جنيه. هو بقول لك هو باين عليك اتجننت. ليه؟ وانا اجيبهم لك منين 20,000 جنيه ان شاء الله؟ تصرفي بقى، تطلعي تنزلي تعملي قرد تستخبي في علبه الكبريت، انا ماليش فيه. هو اللي انت بتقول تحبي وتختصي تجيبي لي ال 20,000 جنيه دول عشان نعمل لك حته دين مشروع ما يخرش الميه. وانا هجيبهم ازاي؟ هسرقهم من اخويا مثلا؟ تسرقيهم، تستلفيهم، تختلسيهم، تعملي اللي اي حاجه. النهارده بالليل الفلوس دي تكون عندي اهو. ازاي بس يا ناجي؟ الموضوع صعب جدا، ده هقول اخويا لك عامله إزاي. من مصاريف المدرسه الخاصه هقول دي. لك ازاي، بس بلا مصاريف المدرسه ودنك. انا هطلع لرشا الصبح بعد ما محمد يروح الشغل وهشوف هعمل ايه. رشا انت لو قلت لاخوك كان اسهل. يلا قومي.
قومي اعملي كوبايه شاي كده على ما افكر وتكتك تيجي ازاي تاني. والله ما قادرة اقوم، بس هقوم وخلاص. من كتر الحشر مش قادره تتحرك. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا ازيك يا حنان، باشا، عامله عاملة ايه؟ ايه؟ اتفضلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا بصيت على عربية محمد ما لقيتهاش تحت، عرفت ان هو في الشغل، فقلت اطلع لك. عايزة اطلب منك طلب والنبي، بس ما تكسفيني، معلش حقك عليا. اتفضلي. العربية اللي ناجي شغال عليها بتاعت الراجل اتخبطت منه، ومحتاجين مبلغ عشان نصلح، احسن الراجل هيبهدله ممكن يحبسه. طب ما انت عارفه الفلوس اللي معايا بتاع مصاريف المدرسه، مش معايا حاجه غيرها. انا عارفة يا رشا، سلفيني ال20,000 جنيه وانا عاملة جمعية، هاخدهم منك ناجي صالح العربية، واول ما اخد الجمعية هديهالك. مصاريف المدرسه هتدفع بعد 15 يوم. قبل ال 15 يوم هيكون عندك، بقول لك انا عامله جمعيه، هجيبهم لك قبل ال 15 يوم وتدفعي مصاريف المدرسه. اصبري ثانيه واحده. ماشي يا رشا. طبعا ده قد هنا وسامع اختك. صدق الله العظيم. خير؟ قاعد وسامع اختك طبعا. سامعها بره. جايه عايزه ال20,000 جنيه عشان التاكسي بتاع جوزها اتخبط، عايزه تصلحه. تاكسي اتخبط؟ اه. لا اله الا الله. ليه كده؟ هي اللي بتقول كده، الله اعلم بيها بقى. ما هي عرفت ان في 20,000 جنيه لازم يخترعوا لها حاجه عشان ياخدوها. حول الله يا رب. طيب خلاص يا رشا، ادهم لها. ادهم لها ازاي؟ ده انا بقول لها بعد 15 يوم هدفع مصاريف المدرسه. قالت لي اسبوع بالظبط وادهم لك. والله؟ ادهم لك منين بقى؟ قلت لي عامله جمعيه ادهم لك. والله؟ طب خلاص ادهم لها وبعد اسبوع تدهم لك. افرض ما جابتهمش، يعني ادفع مصاريف المدرسه مش منين؟ بتقول لك داخله في جمعيه وهتقبضها وتديها لك؟ على سنه تصدقها يعني هي وجوزها. لو مش داخله جمعيه ما كانتش جت استلفت. وفي نفس الوقت اصلا يعني ما قالتليش، قالت لك انت. طيب ماشي، وانت عشان عرفت ان الموضوع 20,000 جنيه اخترعت له حاجه. لا بس اديها لها عشان نفك ازمته. هما دلوقتي في مشكله، يعني ناجي جوز اختي يعني هيحصل له مشكله بسبب العربيه اللي اتخبطت. اديهم لها، هي جابته بعد اسبوع، اكيد هتجيبهم طالما انا قلت لك كده. حتى لو ما جابتهمش يا ستي ان شاء الله ربنا يفرجها، سيبيها على الله. لو ما جابتش الفلوس انت اللي مسؤول. حاضر، ما تشغليش بالك، انا هجيبهم لك منها. حول ولا قوه الا بالله. ال20,000 جنيه ماشي يا رشا. بس اسبوع تجيبيها. طبعا اسبوعها وهجيبها، ده ولاد اخويا ومصاريف مدارسهم، انا برضو مش عايزه اطلبها حاضر. منك. لا حاضر، من عينيا يا رشا، ربنا يخليك. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا كتر خيرك، كتر خيرك يا رشا، كتر خيرك. يعني عدى 10 ايام اختك ما جابتش الفلوس. كانت بتقول لي اسبوع، بقت 10 ايام اهي ما جابتش الفلوس. وال10 ايام دول مختفيه، محدش شافها فيهم خالص؟ ما ولا شفتهاش طلعت خالص، لك ما هنا طلعتش خالص. اعمل ايه بقى؟ انا عايزه ادفع مصاريف المدارس كل 5 ايام وادفعها. يعني غريبه يعني، ولا طلعت ولا سالت ولا اتصلت عليا حتى ولا اي حاجه. عشان أنا اقول خايف لك ان بس. هي ناويه تاخد الفلوس ومش ترجعها تاني. انا خايف بس يكون حصل لهم حاجه يعني. حصل لهم حاجات، احنا اللي هيحصل لنا. طب معلش هتقل عليكي، انزلي لهم عشان بس منع الاحراج ليا انا يعني. انزلي لهم اطمن عليهم وشوفيهم واساليها على 20,000، شوفيها هتقبض الجمعيه امتى وكده والدنيا دي. هنقعد بقى نتحايل وانزل لها كل يوم واسالها على الفلوس. ماشي. انزل بس شوفي الدنيا وتعالى على طول. سهلا يا رشا. اهلا وسهلا. منوراني يا حبيبتي. يعني فات 10 ايام ومحدش شاف وشي، وخلال ال10 ايام دول ما شفتكيش ولا نزلتي ولا طلعتي عليا. في ايه؟ وانا هطلع لك ليه يا حبيبتي؟ فين الفلوس بتاعتي اللي انا عايزاها؟ فلوس؟ اه. فلوس ايه؟ فلوس انت خدتيها عشان تصلحي التاكسي بتاع جوزك. الحق يا ناجي، احنا خدنا منها فلوس؟ عبد الله انا خدت منك فلوس يا رشا؟ انت جايه تتبالي عليا؟ شكلها كده فلوس عايزه تعمل فورتينا بينها وبين اخوك. شكلها يا ابني. فلوس مصاريف المدارس بتاع العيال. احنا ما مش انت- عندناش عيال في المدارس يا حبيبتي. انا ما مصاريف اعرفش. المدارس بتاعتي انا ال20,000 جنيه. مش انت قلت لي التاكسي بتاع جوزي اتخبط وهاتي الفلوس عشان يصلحوا اسبوع واديها لك؟ انا يا رشا عندك اثبات يا حبيبتي بكده؟ هو انت خدتي الفلوس اديتيها لامك وعايزه تلبسيها لي انا؟ انت عايزه يبقى شكلي ايه قدام اخويا يعني؟ عايزين يكفيكوا شر الجايين. ياه. تاخد الفلوس تديها لامها وتيجي تقول اخته اللي خدتها.
نصب علني. ده انا ما اتصورتش كده، انا اتصورت تقولي لي معلش بعد اسبوع اديها لك، بعد 10 ايام. هو انا أنا خدت عايز حاجه دلوقتي. عشان يا ست اديها لك؟ انت ترمي بلاك علينا عارف. ولا انت ايه؟ بقى بتنكري خالص، ده طريقه جديده دي، حلوه دي قوي. هو انا خدت منك حاجه؟ اثبتي ان انا خدت منك حاجه. اوعى يكون في امتى ده؟ في بيتي. انا لا، انت عارف يا ناجي، وبعدين يمكن خدتهم في الحلم ولا حاجه. انا هثبت دلوقتي. حاضر. بتحلم. عشان في ناس ما بتسمعش كلامي. ايوه يا محمد، انا عند اختك، تعالي دلوقتي حالا. عند اختك، تعالي خير دلوقتي. يا رشا، في ايه؟ اتصلت عليها بتقولي عايزك عند اختك، في حاجه ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ تخيل الفلوس اللي انا مديها لها، اللي انا ما شفتش منك حاجه. فلوس ايه؟ ما اعرفش يا محمد، جاي بتقول لي اللي هي ادتني 20,000 جنيه راحت اديتهم لامها، ولا شوف اديتهم في لمين ولا صرفتهم في ايه، وبتقول ان انا خدتهم، بتتبلى عليا. يرضيك؟ مش عارفين ياكلوا الجدع ازاي هي وامها. ال 20,000 جنيه بتاع مصاريف المدارس بتاع العيال. بتقولي بتوع مصاريف المدارس. مش انت خدتيها منها وقلت لها التاكس بتاع جوزك اتخبط وهنصلحه؟ انا ولا عشان قلت الراجل لها ما حاجه ولا يتسجنش. شفتها ولا خدت منها حاجه يا وقلت محمد. بعد اسبوع هديها لك لما اقبض الجمعيه. ما حصلش، ده هي جايه بتتبلى عليا، ده تلاقيها اديتهم لامها. اديتهم لامها؟ اكيد اديتهم لامها، هتوديهم فين؟ طبعا، امال هتدينا احنا 20,000 جنيه؟ انا عارف بحبها ترمي كتاكيت. طيب بص يا حنان، ايوه حبيبي. طبعا انت عارفه ان انت اختي، ايوه طبعا. ولما كنت تطلب مني حاجه كنت عمري ما احوشها عنك خالص صراحه. اكيد وانا اشهد بذلك. ودي اخرتها. طيب انا ال 20,000 اللي انت خدتها من رشا تجيبيها. انت برضه مصدق هو مراتك انت يا حاج مصدق محمد؟ مراتك يا محمد؟ يعني مكدب اختك ومصدق مراتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ساحره. اكيد عامله له عمل، اكيد. يعني انت ما خدتوش منها ال مسكين يا 20,000؟ ابني مسكين. اخر كلام، ما خدتوش منها حاجه؟ لا طبعا يا محمد. يعني حد الله انا ما شفتش يعني هي حاجه خدت فلوس مصاريف العيال اديتها لامها؟ اكيد. والله اعلم بقى صرفتهم في ايه، ولا شالتهم باسمها في البنك، ولا عملت ايه. ولا جابت فستان. طيب يا حنان، ال 20,000 اللي عندك تيجي، ومش عايز اشوف وشك تاني. انا هجيب لك حاجه ولا ساعه انتي؟ تشربها. ولا جوزك. خد يا ناجي. خد يا ناجي. انا كنت قاعد في البيت، ولما انت جيتي الصبح فاكراني في الشغل، انا اليوم ده ما رحتش الشغل، وكنت قاعد في الاوضه وسامع كل حاجه. حتى لما رشا قالت لك ثواني، انت فاكراها تروح رايحه تجيب الفلوس، جت استاذنتني الاول بتقول لي اختك حصل 1 2 3، وانا قلت لها خلاص يا رشا خد ال 20,000 واديها لها. انا اللي اذنت لها انها تديها لك. بيتي. جايه دلوقتي تقولي انا ما خدتش حاجه، وكمان بتتبلي على مراتي وبتقولي ان اديتها الفلوس لامها. عايزه تكرهيني في مراتي وفي امها. بيتي دي اخرتها انا يا كنت حنان. باصه ما لقيتش العربيه تحت. وجوزك لما عرف اهو خلع زي الارنب. كانت رايحه العربيه كانت رايحه تعمل صيانه، وابوك كان قاعد جوه. ده لومه كده كان زمانك اتهمتيها فيا دلوقتي. يعني خيرا تعمل شرا تلقى. ده الكلام ده لو كنت بحوش عنك حاجه، انما انا كنت بديكي عيني، وعلى اخر المتم طمعت فيا تستغليني انت وجوزك حرام عليكي ده. عشان خاطره. فلوس شقيانين وتعبانين بيها. اللي فعلا بيشتغل في المدرسة. كنت تيجي تشتكي لي بيشتغل يوم و10، لا اقول لك ولا يهمك، سيبيه براحته، وتقول لي التاكس عطلان، التاكس مش عارف ايه، ويطلع يقعد على القهوه ويجيب سجاير. كل ده كنت عادي، ما كانش في دماغي حاجه. انما وصلت انك انت تاخدي منها ال 20,000 فلوس عيالي وشقى عمري وتعبي، وفي الاخر تاخديها كده، ويا ريتك تاخديها كده وتقولي انا خدتها، اقول لك اللي عندي عندك مفيش مشكله، انما تكدبي كمان. حقك عليا يا محمد. حق ايه والله بقى؟ هو اللي خلاني اعمل كده. ايا كان سابك وهرب. ايا في اكتر كان مننا احنا. مفيش مسامحه في الكذب والاستغلال. طب سامحني يا محمد، اسامحك دي على اول ايه؟ مره اعمل معاك موقف. اول مره، والمرات اللي فاتت دي كلها يعتبر كده انك انت بتثبتي لي ان اللي فات ده كان سحر، كان استغلال بقى، مستكتر عليا الخير اللي انا فيه، وانا بقول اختي ماليش غيرها في الدنيا. ال 20,000 يا حنان تيجي، معرفش، اتصرفي. حاضر. ومش عايز اشوفك تاني. انا اجي اشوفك بمزاجي، تطلعي فوق وانا مش موجود عند مراتي، لا، عايزه تطلع وانا موجود، تشرف وتنور. هتقعدي تتنحنحي اصله مش اصل زي زمان، انسي. انا لما احب اديكي حاجه هدالك بمزاجي. كلام انتهى. يلا يا رشا. منك لله يا ناجي،
منك لله خلتني خسرت اخويا، ماليش غيره في الدنيا. انت اللي عملت كده والاخر سبتني وهربت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نادي، منك لله. جالك كلامي يعني انت لازم عشان تقتنع وتصدق كل اللي انا كنت بشوفه من اختك لما يحصل مشكله زي كده كبيره. لو انت كنتش موجود كنت صدقت دلوقتي ان انا اعطي الفلوس لامي. بس انا مستغرب، يعني اختي تعمل ليه كده؟ يعني انا ما بحوش عنها حاجه. ما هو بسبب الطيبه دي وبسبب كل شويه، ما هو يعني خدي 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 خدي، لازم تطمع فيك. كل حاجه وليها حدود في الدنيا. صح، انت كنت صح، وامك حذرتني وانا ما سمعتش الكلام. بقول اختي اللي ماليش غيرها في الدنيا وملاش غيري في الدنيا. صح، هي انا كنت غلطان. اختك بطولة، لكن جوزها بيوزها وبتحب جوزها اكتر منك. ايا كان انا مش هكره انها تحب جوزها، بس ما تستغلش اخوها. المفروض تبقى عامله على اخوها برضه، عشان ما بحوش عنها حاجه تستغلني وتسرقني. ده يعتبر سرقه، تاخد منك الحاجه وتنكر، ما دي سرقه دي. انا ما كنتش اتخيل ان اختي تعمل كده ابدا، بس انا غلطان. انا اللي كنت طيب وزياده عن اللزوم، وكل حاجه حاضر حاضر حاضر، على راي المثل يعيش البجح على قفا المكسوف.